السلام عليكم. عاملين ايه يا جماعه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل ايه طريقه العيش كده في البيت. طبعا طريقه بسيطه وسهله. في ناس كتير سالوني عليها بصراحه. فانا قلت ايه هحاول اعملها تاني. احنا هنا عندنا 2 كيلو دقيق جميع الاغراض. احنا هنا لو ما عندناش المنخل دوت، فممكن مضرب اليد ده نحرك الدقيق كده نقلبه بحيث ان هو يدخل فيه كله ويبقى ايه يعني هش كده شويه معانا، ما يبقاش كتل مع فوق بعضها كده. تمام كده عملناه بقى كويس اهوت زي ما احنا شايفين كده. في حالة ان مفيش منخل نعمل بيه، وهنبدأ نجيب عندنا هنا بناخد له الكيلو بنحط له نص لتر ميه. فاللي احنا عندنا 2 كيلو هنحط لهم اللتر كامل ميه دافيه. عندنا هنا معلقه سكر ومعلقه خميره كبيره بالنسبه ل 2 كيلو. حابين يعني نحطها في كوبايه تخمر بره مفيش مشكله، حابينها على يعني على الدقيق مفيش مشكله برضه. انا بحطها على الدقيق كده. وهنجيب ذرة ملح كده بسيطة برضو. ملح أبيض حاجة كمية بسيطة. ممكن تكون معلقة صغيرة يا جماعة. وهنقلب برضو المكونات كده قبل ما نحط المية. نحط مية دافية. طبعا أنا عشان عملته كذا مرة فأنا عارفة بس احنا ايه مش هنزود المية للآخر لحد ما يتلم العجينة، عشان انتوا عارفين دي اليومين دول برضو مش كله بيشرب المية. احيانا بنلاقي الدقيق ما فيهوش حاجات كده يعني غريبه في الدقيق اليومين دول. كده بقى ابدا اعمله بايدي. لو حابين نحط عليه معلقتين رده او 3 ممكن. طبعا هننزله من هنا عشان ايه ما ينشفش في قلبها. هنعمله بايدينا بقى، ما بياخدش وقت طويل يا جماعه. وبعدين لو محدش فاضي ينزل هو موجود، طالما الدقيق موجود هو موجود ان احنا نقدر نعمله. طبعا ايدينا تكون مغسوله ونظيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. نلمه كويس كده. احنا مش هنحط لتر ميه كله، عشان لو ما احتاجش مننا يبقى ايه ما زودناش، احتاج هنزوده. هنا هيبقى العيش ابيض كده زي الشامي بالظبط. انا هلمه كده وارجع لكم. ورجعت لكم تاني. احنا هنا العجينه خلصت اهيت يا جماعه. خلصناها وهنسيبها بقى شويه ايه، هنغطي عليها ونسيبها تخمر. وبعد كده اول ما تخمر هنبدا نقطعها. اول ما تيجي تخمر بقى. ورجعت لكم تاني. احنا هنا العجين بعد ما خمرت هو بتاع العيش يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنلمه كده بايدينا. طبعا هنبدا نعمله ايه كور على قد ايه اللي احنا عايزين، التقطيعات اللي احنا عايزينها في العيش. طبعا قلت لكم اللي حابب يحط فيه رده، بس انا المره دي مش حاطه فيه الحقيقه، فيحط فيه يعني. احنا هنا كده هنبدا ايه، احنا رشينا هنا دقيق اهوت عشان نبدا ايه نحط الكور بتاعته. ماشي. ونبدا نقطعه تقطيعات صغيره. طبعا هنقعد يبقى في دقيق في ايدينا دايما كده عشان ايه نقدر نظبط الكوره بتاعت العيش. نحطها كده. طبعا دوت 2 كيلو دقيق، لتر ميه، رشة ملح، رشة سكر، طبعا خميرة. انا هكمل كده وارجع لكم عشان نفرده. ورجعت لكم تاني. احنا هنا قطعنا العيش اهوت يا جماعه قطع صغيره. طبعا تحتها دقيق هنغطيها باي حته فوطه نظيفه او قماشه نظيفه، اي حاجه عندنا نظيفه. وهنا حطينا القطاعه هنعمل عليها، هنفرد عليها
رشين هنا دقيق كميه بسيطه، وهنبدا نفرد عليها. هنفرد هنا ايه، احنا طبعا حاطين الطاسه على النار عشان نحط العيش على طول. احنا هنا هنفرد كده بالراحه واحده واحده. طبعا وقت ما بيجي يلزق مننا ولا حاجه بنستعمل نرش رشه دقيق خفيفه كده معانا. زي ما قلت لكم، اللي حابب يزود رده ممكن يزود رده، مفيش مشكله. بنديله وقته لحد ما يخمر كويس. معلقه كبيره خميره ورشه سكر زي ما قلت لكم. اهم حاجه نكون بس ايه الميه بتاعتنا مظبوطه فيه، والدقيق لجميع الاغراض. احنا ايه هنرققه شويه بس عشان ايه، وهناخده نحطه ايه كده. احنا عندنا حاطين الطاسه على النار، هوريها لكم بس ايه اما احطه الاول كده. انا معاكم اهوت، نقلت لكم التليفون هنا كده. احنا حاطينه على النار، هنعلي النار شويه هوريكم بنعمله ازاي. احنا كده معايا اي طاسه قديمه يا جماعه، لو في جريلا مفتوحه زي بتاعه البيتزا ممكن، لو ايه لو هي قديمه شويه او حاجه. احنا بنستنى دقيقتين كده، بيبدا يبان فيه فقاقيع بسيطه هنا، فبروح ايه قلبينه. لا اله الا الله. انا عادي اهوت. هدي بقى، مش هنعلي النار جامد يعني، هنهدي النار شويه عشان ما يتحرقش مننا. طبعا اول واحد دوت يعني يتنفخ او ما يتنفخش ما فيهوش مشكله يعني، احنا لازم نجرب. عشان انا في كام اخت مسلم كانت بتسالني، كانت عايزه تعمله تجرب، فقلت لها، انا قلت لها جربه، وانا قلت لها ان هعمله لو حبت تشوفه. بدأ في جزء بيتنفخ اهوت، لو احنا شايفين هدي النار شويه عشان ما يتحرقش بسرعه. زي ما احنا شايفين بدأ يتنفخ اهوت. طبعا احيانا ممكن نحاول نعمل كده، بس يعني ايه نمسك حاجه بالراحه عشان ايه يعني الحراره توزع عليه كله. طبعا احيانا بنحط الرده برضه بتبقى حلوه. هو هنا بقى كمان الجزء بتاعه يعني ايه اتفتحت هنا، فمش هيكمل تقريبا النفخ بتاعه كده. نعمل واحد تاني كده. التسويه كويسه جدا يعني. بعدين هو في البيت يا جماعه يعني، لو حبه دقيق حد حابب يجرب ممكن نجرب في نص كيلو او كوبايتين 3 دقيق، مفيش مشكله يعني. انا بالنسبه لي جربت كده كذا مره. نشيله ده كده، نعمل واحد تاني وكده برضو. ادي واحد تاني فردته. طبعا طريقه الفرد سهله يا جماعه، احنا بس وريناكم اهم حاجه كميه الدقيق اللي بنحطها، ولما نحطه على النار ايه نعمل ايه بالظبط. بصوا منفوخ كده وطري وحلو جدا. لو بقى الولاد حابين سندوتشات بقى، ممكن دوت نعين منه جزء في الفريزر طبعا ايه للسندوتشات لو حابين، افضل من الفينو. احنا بنستنى دقيقتين اول ما تبدا الفقاقيع اللي هي في الهواء تبدا تتنفخ، بنروح قلبينه على طول عشان يبدا ايه يستوي كله مع بعض. هنا بدا في حاجات بتنفخ اهي واحده واحده. طبعا انا بعلي النار وبهدي النار يعني، مش ماشي على حاجه واحده. احنا بنهدي شويه وبنعلي شويه عشان ما يتحرقش ويستوي براحته. هنا بدأ يرتفع واحدة واحدة. بس طبعا زي ما قلت لكم مش لازم كله يبقى منفوخ يا جماعة يعني،
في واحد وواحد كده. دايما نحاول نحركهم من مكان. انا هكمل شويه بقى او اعمل لكم كمان واحد تاني ورجعت لكم تاني. احنا عملنا كمان رغيف فردناه اهوت. ما نستعجلش على العيش يا جماعه واحنا بنفرده، عشان ما العجينه ما تروحش ايه لازقه ببعضها مننا، عشان انا ساعات بعمل برضو بسرعه فببص لقيت ايه يبدا فرده ما يبقاش كويس يعني. هنا كده نعلي النار شويه. كل ما العجينه ما ياخد وقته في التخمير بيبقى حلو، والتسويه بتاعته بتبقى كويسه. انا هدي حاجه بسيطه عشان ما يتحرقش قبل ما يستوي. هقلبه بقى. ناخد بالنا وهو بيستوي ان نحركه بالراحه، لان احيانا العيش بيروح يتقطع فمبيرضاش يتنفخ كله. كده اما نضغط بالراحه كده هيبدا كل انا هدي النار شويه يبدا كله ايه يتنفخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه اهو. طبعا مش دايما بنضغط عليه كده، هو احيانا بينتفخ لوحده يعني، بس انا بوريكم يعني. بصوا هنا الحته ديت الجزء ده اتقطعت فتحت اهيت، فدي مش هيتنفخ الناحيه دي. هنقلبه تاني هيبدا ايه يتنفخ. اما يبقى مقلوب على الجزء اللي هو اللي اتفتح دوت، الحراره هتتجمع جوه تاني. كده هنقلبه نحمر الوش هنا اتحمر كده بقى شكله كويس. ورجعت لكم تاني. احنا هنا خلصنا العيش اهوت يا جماعه كله. هنا مفتوح اهو، فتحت لكم واحد اهوت يتفتح. عاملين منه احجام صغيره عشان لو سندوتشات للولاد. كله هش خفيف. ده كل ده بيتفتح، احنا حاطينه بيتفتح عشان سندوتشات اهوت. عايزين نعمله بقى حجم كبير حجم صغير اللي يريح. حابين نحط عليه الرده برضو، معلقتين رده، او لو ال2 كيلو ممكن نحط يعني مثلا ربع كوبايه، يعني 4 5 معالق حابين نحط عليها رده مفيش مشكله. هو ده انا عاملاه من غير رده طبعا النهارده. انا حبيت بس اوريكم عشان كان في قالوا بيتعمل يعني الطريقه عشان عايزين يجربوها. طريقته طبعا سهله مفيش فيه مشكله. ممكن نجيب يا جماعه كوبايتين 3 دقيق نجرب فيهم شويه ميه صغيرين، نعجنهم عادي يعني. شعرة سكر شعرة ملح، او مش ضروري سكر يعني، وشويه خميره صغيرين. ممكن نجرب بس فيه ممكن كوبايتين 3 نص كيلو. نص كيلو هياخد 250 ملي ميه، يعني ممكن كوبايتين او كوبايه ونص. كوبايه او حاجه بسيطه كده، ومعلقه السكر بسيطه حبه مع شويه برضو نص معلقه خميره. يتقلبوا معاهم كلهم مع بعض ونسيبه يخمر، وبعد كده نقطعه ونشوف بقى نفرده واحده واحده. مش لازم يتفتح يعني، مش لازم يتنفخ على طول يعني. هو كل ما دي اللي بيجرب مش لازم يتنفخ من اول مره معاه. احنا ساعات في حاجات كتير ما بتتفتحش يعني. في كتير هنا بيبقى الجزء بتاعه خفيف او كده. بص يعني مش لازم كله يتفتح، في بيتفتح وفي ما بيتفتحش. ومش لازم نرققه قوي، ممكن يبقى يعني معقول، ولا رقيق قوي ولا سميك، عشان يبقى كويس برضو في الاكل. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والهنا والشفا.